السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبأحسن حال يا رب العالمين. وحشني كتير كتير كتير. بقالي شوية منزلتش فيديوهات. طبعا مش هقول زي كل مرة ان اليوم بيعدي والحاجات دي كلها، بس انا برضو فاقدة الشغف. جالي ذكريات ان انا فاتحة القناة بقالي 4 سنين ولسه بحوش في ال1000 مشترك كمان، ما عقبال ما اوصل ال1000 كام 10 سنين تانيين. فقلت لا 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 يا عبد الصمد كتير بجد. آه، مش عارفة، تعالوا مع بعض نشوف التورتاية دي انا اعملها مع بعض ازاي. اول حاجة كده يا بنات، انا التورتاية دي مقاس 24، بتكفي عدد افراد حلو جدا لان هي بتحوالي 4 ل5 طبقات. هي بتتعمل، انا بعملها بنص كيلو دقيق سبونج و6 بيضات ونص كوباية من المية ومعلقة من المحسن الجل، وبحب احط معلقة من الخل وطبعا فانيليا سايلة. بضربهم بالعجان حوالي 7 8 دقايق، ولو بتضربهم بمضرب تقعدي يعني بتطولي شويه لحد ما يدي معاك القوام. هو شبه تقيل كده، شبه الكريم شانتيه. بيعمل منقار، تلاقي الحجم كده نافش. انا بصراحه ما صورتش الخطوه دي من زمان، كنت بصورها معاكم كتير قبل كده، وبقيت ان انا اختصر الموضوع يعني عشان ما تزهقوش. حشيت الطبقات مع نفسي. انا دايما احب احشي الطبقات، لازم احط صوص شوكولاته جناش، لو عندي مربى حليب احط. انا مهم ان انا لازم احشي الطبقات، وكنت حاشيه كمان بمكسرات. وساعات كتير احط كريسبي طالما التورتايه اتقطفرت. اطفال كلها بتحب الكريسبي، فبحط برضو. وبسقي الطبقات بشربات خفيف او شويه ميه بسكر لو ما عنديش كده. بدوبهم اسقي بالطبقات، او شويه نسكافيه برضو ميه كده اسيبهم برضو طبقات. بس ده طبعا لما بيكون شوكولاته، لكن فانيليا بشويه ميه بسكر، او اللي هو الشربات الخفيف اللي هو كوبايه سكر لكوبايتين ميه، وبغليهم غلوتين كده على النار، واقوم طافيه عليهم واخليهم عندي في التلاجة اسقي بيهم الطبقات. بحشي الطبقات يا بنات، وبعد كده بحطها في التلاجة واعمل اللي هو الكرامب كوت، اللي هو الطبقه الخفيفه البيضه كده اللي في الاول، واسيبها بايته في التلاجة، وابدا تاني يوم بقى اعمل الطبقه اللي انتوا شايفينها دي، الطبقه الاخيره. وانا بعمل بقى يا بنات لاحظت ان الكريم شانتيه مخرم اخرام رهيبه، وما عرفتش ان هو مخرم غير وانا بجلس. شايفين زي ما انتوا شايفين كده، كان بيعمل اخرام كل شويه. الاخرام بتكبر، الاخرام بتكبر، ايه ده؟ الاخرام دي جاي ازاي؟ طب ليه انا عملت ايه؟ طبعا شلت كل ده، شلت الطبقه البينك دي كلها، وحطيت وضربتهم كده في الاسباتيول، قلبته الاسباتيول، خرجت منه كل الهواء الزياده اللي عمل معايا الفقاقيع دي، وبدات ان انا اجلس من اول وجديد. والموضوع الحمد لله بقى كويس وتمام وكل حاجه. بس عملت حركه كده تركايه، طبعا كلنا بنغلط، احنا مش ماشيين احسن. الحاجات دي يا بنات احنا بنعملها بايدينا، مش مكنه اللي بتعملها، اللي هو هتعملها لك على المزوره عشارة. لا، اكيد في يعني في ايد بشريه من هنا لهنا. انت ممكن اصلا تعملي تورتايه، نفس التورتايه اول مره تطلع معاكي بشكل، وتاني مره تطلع معاكي بشكل، حتى لو نفس التصميم. فانا بعد ما جلسته التجليس كان تمام وساحت وناحت وبقى جميله قوي كده يعني. فحطيتها في التلاجة في الفريزر 10 دقايق عشان اعمل عليها اللي هو الطبقه الموف اللي انا هعملها دلوقتي زي ما انتوا تشوفوها. فوانا بسوي كده الاطراف بتاعه الطبقه الموف من فوق، فقمت مشيت بالاسباتيول حاجه بسيطه كده، اللي هو يعني راحت عن دماغي. فطبعا عمل شبه فقاعة كده. ان الكريم شانتيه زي ما انتوا عارفين لما بتجلسوه وتحطوه في التلاجة وتيجي بقى ان انت تحاولي ان انت تساوي بيه، بتبوظيه، مش بتساويه ولا حاجه. الجو بقى ده اللي احنا فيه الوقت ده جميل قوي في الشغل، جميل جميل جميل. بس للاسف الموضوع واقف معايا بقالي فتره، الشغل مش قد كده خالص، ما فيش شغل تقريبا يعني. وانا بسوي الحته الموف دي فجبت معاها البينك كده بالغلط، فعمل بعض الفقاقيع صغنونه مش باينه يعني. عملت بقى الدريبات دي بعملها بالكريم شانتيه، مش بعملها بالشوكولاته السايحه، وساعات بعملها بالشوكولاته السايحه بس بسيط. بس بحبها دريبات بالكريم شانتيه، بتبقى اسلم واسهل واسرع واحلى وكل حاجه. طبعا الشكل بتاعها ده انا جبته من على بنترست، الشكل المطلوب مني، الاشكال المطلوبه مني. هوريكم التورتايه اللي كانت اصلا مطلوبه في اخر الفيديو، هوريكم احط لكم الصوره بتاعتها. فده كانت مطلوبه وان انا احط الاسم وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه بحاجه بسيطه، اي معلومه طلعتوا بيها منه، او حبيتوا اصلا الفيديو، اتفرجتوا على التورتايه عجبتكم التورتايه. متنسونيش لايك والاشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.